هاتوا البنت دي، هي دي اللي أنا عايزها. المدير بصله برعب وقال بصوت مهزوز: يا فندم، دي مجرد ممرضة تحت التدريب، ملهاش ذنب في اللي حصل، أرجوك بلاش. قال بغضب وصوته هز أركان المستشفى: كلامي يتنفذ، واللي هيقف في طريقي هنسفه. البنت كانت واقفة بترتعش، ملامحها بريئة وسنها ما يكملش 20 سنة. مسكت في هدوم زميلتها بخوف وهي بتبكي ومش فاهمة حاجة. الحراس اتقدموا وسحبوها بالعافية، والراجل الطويل صاحب الملامح القاسية بص للمدير بنظرة مرعبة وخرج. أخدوها على عربية سودة كبيرة متفيمة. طول الطريق كان الصمت قاتل، هو قاعد حاطط رجل على رجل وباصص من الشباك، وهي بتعيط بصمت وبتترعش. البنت قالت بصوت متقطع وخوف: أنا والله ما عملت حاجة، أنا ماليش دعوة باللي حصل من الدكتور، أرجوك سيبني أروح. بصلها بطرف عينه، نظرة باردة خلت الدم يهرب من عروقها، وقال بحدة: قسماً بالله لو سمعت صوتك لحرميكي من العربية وهي ماشية، اكتمي خالص. لو عايز القصة كاملة موجودة داخل القناة، أو اضغط على فيديو صلة الموجود أسفل العنوان. بس اوعى الشيطان يمنعك تصلي على سيدنا محمد في الكومنتات وتعمل لايك واشتراك.